بسم الله الرحمن الرحيم. سريعا، الزملكاويه الحقيقيين اللي عندهم كرامه وكبرياء ده اللي انا بخاطبهم. العيال التافهه اللي كانت بتجري ورا اشتغالات امام عاشور ما لهمش علاقه باللي انا هقوله. باختصار، امام عاشور جه عيط هنا في المكان ده وجاب امه عيطت وجاب اخوه عيط، عايز مستقبلي، عايز احترف في اوروبا المستقبل هناك. امام عاشور كان فاضل له 6 اشهر ويطلع مجانا. قعدنا نقول له يا ابني اللي انت عايزه هنديهولك، صمم، سافر. راح دنمارك، لعب 5 ماتشات، قعد اسبوع. ال6 اشهر دول احنا بعناه ب$3 مليون. رجع فشل. قول تاني، اللي حرق عربيته مش جمهور الاهلي زي ما قال. الله يرحمك يا منى يا فاروق، يا اللي ليكي فيلم مع خالد يوسف. رسالة وصلت. يعمل فيلم اشتغالة، بموت في الزمالك، قلبي الزمالك، ايا كبدي، ايا كلوتي، ايا في الشتي. محدش بيكلمني. كلمناه وقلنا له يا ابني النادي مفتوح. الراجل نسيبه في اتصال تليفوني، قال هجيبه واجي بكره. قلت له هستناك في البيت، مفيش عندي مشكله. بعد ما عمل الفيلم بقى طلع في المدرجات والزمالك امي وابويا اهو. الفيلم العبيط اللي عمله الواد التافه اللي كان جاي شحات، تاني بقول شحات والله، جاي بشبشب زنوب. واحد كان بيلعب في المحله، مع احترامي المحله انضف منه 100 مره. المهم يعني، وانا حكيت القصه ان هو قال لي نسيبه، ما تتكلمش باسمي، ادي بنتك عندك اهي. اتاري البيه بقى اللي بيدغدغ مشاعر الجماهير وعامل اشتغالات، موقع في الساحل الشمالي في وجود، هقول لك بقى مين، حسام غالي وخالد مرتجي وامير توفيق. طب بتلعب على الزمالك لكل اللعبه دي؟ يعني انت عايز تهيج مثلا الناس، يعني جمهور الزمالك عليا انا؟ لا، هيبقى المفروض الجمهور الحقيقي المحترم يقول عليك خاين. ومفيش لاعب هيقعد رئيس نادي وماشي رئيس نادي ولا بطوله. الكلام ده عند امك اللي انت جبتها تعيط هنا، تمام؟ فانا بسال سؤال، الفيلم انت عامله ليه؟ انت موقع في الساحل الشمالي اللي انا علمتك روح الساحل الشمالي بفلوس النادي، وبنيت عماره بفلوس النادي. بتعرف دلوقتي تروح الساحل الشمالي وتعاقد هناك وعمل افلام وبتاع. لا يا جماعه، ماضي قبل الافلام دي كلها. والسؤال، انت ليه بتعمل كده؟ انت ليه بتعمل في النادي اللي انت لعبت 6 ماتشات قبل ما تمشي، اتغلبنا فيهم كلهم منهم اسوان، وبعد ما خفيت في 60 دقيقه كسبنا كل الماتشات. انا بقى بسال الجمهور الحقيقي، اشتريه ب$5 مليون يبقى انا عبيط وحد يمسح لي الرياله. طب هو طالب $1 مليون في السنه، اديله 40 مليون جنيه وعندي لعيبه تاخد 2 و3 مليون، يبقى انا دمرت الفريق. فوق بقى، احنا قفلنا الصفحه. وزي ما قلت لك قبل كده يا محمود يا خطيب، هديتي ليك كهرباء ولع فيك، هديتي ليك امام عاشور، نفس سلوكياته. وقول له انت لو راجل قول عربيتك مين ولع حالك. وبعدين ده مش ده اللي ضرب وليد في ظهره وقعه في الارض، مش ده اللي قال على العملاق الكبير صالح سليم انه كذا وكذا. مش عايز اقول ان انا بحب صالح سليم وده نموذج محترم لرؤساء الانديه. اقفلوا الصفحه. مش ممكن عندنا ماتش مهم مع الاهلي انا بعتبره بطوله خاصه واحنا عمالين نحبط لعبتنا بعيل تافه هربان خاين موقع. انا بقول لك مع مين بقى اهو، حسام غالي وخالد مرتجي وامير توفيق. انا مش هبص لا مؤاخذه حد عشان يجي يلعب في الزمالك. وبعدين هو اللي مرجعه من الدنمارك انه فشل. وبعدين هو الاهلي بياخده من الزمالك ولا بياخده من الدنمارك؟ خلاص انت طلقت مراتك، تروح تتجوز فراش، تروح تتجوز عرباجي، تروح تتجوز تاجر مخدرات. هو انا هقول لها انت بتتجوزها ليه؟ خلاص انا مطلقها، مش على ذمتي. هو نفس القصه. وعجبني قوي اللي عمله وليد الفيل، كاتب مقاله
برافو يا محمود يا خطيب، دمرت اخر مبدأ في مبادئ النادي الاهلي. هنزل لكم المقاله دلوقتي مع اللي انا بقوله دلوقتي. نادي الزمالك اكبر من امام عاشور مليون مره، وانا هرشته تفتكروا من اول مره لما قلت له بلاش تدغدغ مشاعر الجماهير، عيب. بقاله 3 4 ايام هو ماضي عمال يلف على الناس، ما حدش كلمني، ما حدش كلمك كنت ماضي. انت عيل كذاب، انت عيل كذاب، وعايزين نتفرج عليك كده. اتفضل. النادي الاهلي بيشتري ب5 مليون دولار، بيشتري لاعب شتمه، بيشتري لاعب في ما خلاش حد في النادي ما مسحش بكرامته الارض. بس دي مبادئ النادي الاهلي الجديده. انا بالنسبه لي اللي بيغلط في حق النادي الاهلي، انا بالنسبه لي ما اقدرش ان انا يعني اقبل ده. كويس. ما اقدرش اقبله، لان الاهلي اهم مني انا. نعم. كويس. ولازم احافظ على المنظومه دي. هي الشتيمه بتلزق، ما بتلزقش عند الخطيب. ايه واحد عارف لو نجم النجوم عندنا، نجم النجوم اللي ما جابتوش الولاده خالص، وتف على جمهوره، تمام، او مسك جزمه لجمهوره، مع سوري يعني في الالفاظ، يعني الالفاظ دي، نعم، عمره ما هيخش النادي الاهلي. عمره ما هيخش النادي الاهلي، مستحيل. لو واحد يعني اتنى واتفرد كده علينا، يعني كطلبات. اتكلم على لاعب ولا على على جمهور؟ على لاعب. على لاعب. تمام. خلاص، عمره ما يدخل النادي الاهلي. عمره ما يخش لو النادي كان الأهلي. مين؟ لو كان مين؟ لو واحد بقول لك اتنى واتفرد في الطلبات كده، هنا المبادئ او قواعد النادي الاهلي. خلاص. الاهلي هو الاهلي. تمام. ولا بتلزق عند الخطيب في مين؟ في تركي الشيخ لما قال لهم عصابه، لكن بتلزق عندي انا. بتلزق عندي انا ليه؟ عشان عنده اللي بيساعدوه. وانا مدي مهله اخيره. الفيلم الهندي اللي معمول ده بتاع محمود الخطيب والبلاغات، لما ما وقفلش هطلع احكي بالتسجيلات اللي عندي. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام ومشاهدينا في كل مكان، واهلا بيكم في فيديو جديد. تحياتي ليكم جميعا. بعد اذنك لايك للفيديو عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد من الجمهور. طبعا عزيزي المشاهد، كلنا بنتابع الوسط الرياضي. الوسط الرياضي وما ادراك ما الوسط الرياضي، مليء بالمهازل بالصفقات النارية والضرب نار. الاهلي بيضرب في المليان، الاهلي بيضرب في المليان يا جدعان. يعني الاهلي دخل في امام عاشور ومضى اللاعب نسبه كبيره. يا امام دخل النادي الاهلي، ميدو بيطلع يشتغل الجمهور مش عارف. نفس الكلام بالنسبه لمرتضى منصور، ما تعرفش هو ناوي عليه، ما تعرفش يعني، هو كل يوم فيديو والحوار ده كله، ما تعرفش الدنيا ماشيه ازاي. ف هنشوف بقى الفتره الجايه، هنشوف الفتره الجايه ايه اللي هيحصل. مرتضى منصور يعني واضح من الفيديوهات اللي هو بيعملها هو مش راضي. الوضع في الزمالك سيء لأسوأ. ايقاف القيد بسبب شيكابالا، بوطيب، امام، كهربا، زيزو راح تركيا، وحاجات كتيره. واكتب رايك في التعليقات.